جاي النهارده عشان نتعلم مع بعض ازاي ننجح، عشان وانا بشتغل يبقى عندي ايمان باللي انا بقدمه للناس. توديل اول شركه بيع مباشر مصريه. مجال البيع المباشر مجال قانوني 100% ومعترف به في مصر. عارفين ده معناه ايه؟ توديل هي الشركه الوحيده التي تعمل على تشريع مجال البيع المباشر وجعله قانوني 100%. وانت جاي تحضر عشان شركة توديل أكبر شركة تجارة إلكترونية في مصر، ركز، لأن انت الوحيد اللي كسبان أو خسران. لأن الكيان مش هيفرق مع شخص إلا بشرط واحد فقط لا غير، إن الشخص ده عرف هو عايز إيه بالظبط وبدأ يشتغل. تشويق دعوه برزنتيشن فولو، تشويق دعوه برزنتيشن فولو. لما بنقول على توديل ان هي رائده البيع المباشر في مصر احنا ما بنكذبش. تاكد ان الكيان ده فعلا كيان موجود وقانون التفاعل. تعرف على الناس اكتر، خليك دايما مبتسم، خلي الناس تحبك. هدف حقيقي، ما بنامش 24 ساعه عشان اوصل للهدف ده. هدف بيجري في دمي، بيجري في دمي انا، وهدفي واحد هو اللي بيحركني. بتنفس عشان احققه، باكل واشرب عشان احققه، بنام عشان احققه. حلمك مسيطر عليه فانت مش قادر تنام، مش قادر تنام. بتحط دماغك على المخده، انت مش عارف تنام، مش جاي لك نفس تنام اصلا. بتفكر 24 ساعه في اليوم، بتشتغل 7 ايام في الاسبوع، 24 ساعه في اليوم. انا مؤمن باللي انا بقدمه للناس. عايز اكسر الدنيا، عايز انجح. ده واحد عنده حلم عايز يحققه، هو عنده حلم ولقى الطريق. انا ده طريقي ماشي فيه وهوصل له، يعني هوصل له. مين هيبقى فيجن بارتنر؟ هو بيعمل كده لانه عنده هدف بيجري في دمه. عايزين تعرفوا مين الناس اللي هتكمل معانا في توديل وهتكسر الدنيا؟ انا محتاج اعلمه حاجه واحده فقط لا غير، اعلمه ان يكون عنده هدف حقيقي. فين قائمة أهدافك؟ وآخر مرة بصيت فيها على قائمة أهدافك إمتى؟ وآخر مرة هدفك جه في دماغك إمتى؟ وآخر مرة اتكلمت على هدفك مع الناس إمتى؟ اللي هو هدفه بقى مسيطر عليه. أنا لغاية اللحظة دي لسه ما نجحتش، لأن أنا لسه ما وصلتش لهدفي. بس إيه هو هدف؟ إن أنا أستغل المجال العظيم ده، إن يبقى التوديل مصانع عملاقة في مصر، ويكون البراند بتاعها رقم 1 في العالم عن طريق توديل والتسويق المباشر. لما حد يسألك انت مين، قول له انا اعمل وكيل مستقل لاول شركة بيع مباشر في مصر. انا اعمل وكيل مستقل للشركة التي جعلت من مجال البيع المباشر قانوني 100% غصب عن الجميع. أنت تعمل وكيل مستقل للشركة التي تمتلك المنتج الحصري لها. أنت تعمل وكيل مستقل للشركة التي عن طريقها سيجوب مفهوم صنع في مصر العالم بالكامل.